شاب بيعتمد في كل حاجة في حياته على أخوه، ولما أخوه بيتجوز بيحس إن مرات أخوه خطفت أخوه منه لحد ما بتحصل حاجة بتخليه يعرض حياته للخطر عشان يحميها من اللي عايزين يقتلوها. يا ترى إيه اللي حصل وهيقدر يحميها ولا لأ؟ لو عايز تعرف اللي حصل مع بطلنا اتفرج على الفيديو للنهاية، وياريت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وتشترك في القناة وفي باقي قنواتنا اللي هنسيب لك اللينك بتاعهم في وصف الفيديو. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهاردة. بيبدأ الفيلم بأيدي وهو بيتضرب من بلطجية في الشارع، وبعدها بيروح المستشفى وهناك بيدخل أوضة العناية المركزة وبيسأل الدكتورة إذا كان المريض استعاد وعيه، فبتقول له لأ، وبتفهم إنه سؤاله عن حالته كل يوم مش هيغير حاجة. وبعدها بيقول للممرضة إن حياته متعلقة بحياة المريض ده. وبعدها بنشوف أيدي وهو في ملعب كروكيت وبيكسب لفريقه البطولة. وبالليل واحد ومعاه رجالته بيقطعوا طريقه للبيت، وبيقول له إنه اداله فلوس عشان يخسر فريقه، وهو عمل العكس وكسب. فبيقرب أيدي منه وبيخليه يضربه بالقلم، وبعدها بيديله فلوس وبيقول له اشتري علاج لإيدك علشان هتوجعك. وتاني يوم عمو بيصحيه من النوم الساعة 12 عشان يروح لأخوه رمان، فبيفضل يتحجج مرة إن هدومه في الغسيل ومرة إن مفيش معاه فلوس عشان ما يروحش، لكن عمو بيديله فلوس ووقتها ما بيلاقيش قدامه حجة، وبيركب الأتوبيس عشان يروح يزور أخوه. وفي الطريق بيعرفنا إن أخوه رمان هو اللي رباه بعد موت باباهم وكان بيهتم بيه، وهو اللي كان بيوصله للمدرسة وبيحضر له الأكل. لكن فجأة ظهرت ساحرة شريرة جميلة اسمها أفني دايفي، ودي تبقى البنت اللي أخوه اتجوزها وأخدت كل اهتمام أخوه لوحدها، لدرجة إن هي اللي بقت تديله مصروفه. وأوقات كتير أيدي كان بيشوفها سوبرمان اللي عندها قدرات خارقة خدت بيها أخوه منه، وبعدها قرر إنه يهدد أخوه إنه يسيب البيت وهيروح يعيش مع عمهم عشان يرجع اهتمامه بيه، لكنه بيتفاجئ بيه بيوافق على طول. وبعدها راح عاش مع عمه. وبنرجع تاني لأيدي لما بيوصل للبيت وبيبقى متوقع إن أخوه هيستقبله استقبال عظيم، لكنه حتى ما بيقومش من مكانه علشان يسلم عليه. وبالليل بيعرفوا إن أفني اتنقلت، فبيبقى مبسوط جدا لأن هو وأخوه هيرجعوا يعيشوا مع بعض لوحدهم. لكن أول ما أخوه بيقول له إن أفني اتنقلت لدمي وإنه عاوز يروح يقعد معاها هناك شهرين، بيفقد وعيه من الصدمة. وهنا أخوه بيقول له إنه كان هيروح معاها بس جاله تدريب في بنغالور، ده غير إن دمي فيها كليته وهو عارف فيها كل حتة. لكن أيدي بيصمم إنه ما يروحش معاها، وهنا أخوه بيقول له إن طول عمره بيهتم بيه، ومع أول طلب بيطلبه منه بيرفض ينفذه. ووقتها أيدي ما بيلاقيش قدامه حل غير إنه يوافق. وتاني يوم بيوصلوا لدمي وصحاب أيدي بيقابلوه بيسلموا عليه، وبعدها بينزلوا الموتوسيكل بتاعه من العربية اللي نقلت العفش، وبعد كده بيرص كل حاجة في مكانها. وتاني يوم بيصحى بدري وبيروح يشتري لها اللبن، وبعدها بتجيلها عربية الشغل وبتروح تقابل المفوض اللي بيقول لها على أسامي المناطق اللي مر عليها، وبيقول لها إنه شافهم وتأكد إن كل حاجة فيهم ماشية تمام، وبيطلب منها ما تفتش عليهم، وده لأنها بتشتغل مفتشة مرور. ولما بتخرج من عنده بتقول لقميش المساعد بتاعها إن المناطق اللي المفوض فتش عليهم هي أول المناطق اللي هي هتفتشها. وبعدها بتجبر أيدي إنه يعمل كل شغل البيت، ولما بيجيب خدامة بترفض وبتقول له إنهم 2 بس ومش محتاجين لحد يخدمهم. وقبل ما الخدامة تمشي بتطلب منه يكمل شغل البيت، ووقتها الخدامة بتتريق عليه. وبعدها وهو بينشر الغسيل الستات جيرانه بيتريقوا عليه، فبيتصل بعمته بيعرفها إن مرات أخوه شغالاه خدامة عندها، فبتطلب منه يرجع يعيش معاها. وتاني يوم وهو راجع لبيت عمته بيشوف بنت جميلة جدا، وبيتفاجئ إنها بتاخد وردة من بياع الورد وبتديها له، وبتقول له إنها بتحبه وعايزة تتجوزه. وبعدها بتركب الأتوبيس، وهنا بيقرر إنه ما يسافرش. وبالليل بيسهر مع أصحابه وبيقول لهم إنه وقع في حب البنت اللي شافها في المحطة من أول نظرة. وهنا عمته بتكلمه وبتسأله ما جيتش ليه، فبيقول لها إن جات له حمى وبيعرفها إنه مش هيقدر يسافر لها. ولما بيروح البيت بيلاقي الباب مقفول بالقفل، فبيتصل بأخوه بيقول له إن مراته شغالة عندها خدام وقافلة بوابة البيت بالقفل ومش عاوزة تفتح له. وهنا بيلاقي مرات أخوه قدامه بعد ما فتحت له البوابة، وتاني يوم بتديله رقمها، وبعدها بتقول له إنها عارفة إن ذاكرته قوية وبتطلب منه يحفظ الرقم. وبعدها بتديله النسخة الاحتياطي من مفاتيح البيت، ولما بتديله استمارة يملاها عشان يقدم على وظيفة في وحدة البحث الجنائي بيرفض وبيرميها. وبعدها بيروح مع أصحابه على محطة القطر علشان يشوف البنت هناك تاني، اللي أول ما بتشوفه بتنزل من الأتوبيس وبتقول
فبتقوله إنها كانت عارفة إنها هتشوفه هنا، فبيسألها إذا كانت بتعامل كل الشباب كده، فبتقوله إنه مختلف عن كل الشباب وإنها ممكن تتجوزه يوم الجمعة لأن عندها إجازة من الكلية. وبعدها أصحابها بينادوا عليها باسم ناتاشا، فبتاخد منه رقمه وبتقوله إنها هتكلمه، وبعدها بيفضل مستني مكالمتها لحد ما في يوم وهو مع أصحابه بتكلمه وبتطلب منه يقابلها. ولما بيسألها فين بتقوله فكر وانت هتعرف مكاني. ولما بيقفل معاها بيستخدم ذاكرته القوية، وهنا بنعرف إن أيدي ما بينساش أي حاجة بيشوفها، وقتها بيفتكر تفاصيل صغيرة زي رقم الأتوبيس اللي ناتاشا كانت راكباه واسم الكتاب اللي كانت شايلاه على إيدها، فبيقدر يعرف اسم بيت الطالبات اللي هي عايشة فيه. ولما بيروح يقف قدامه بيلاقيها بتنط من فوق السور وهي لابسة لبس السهرة، وبتسأله عرفت مكاني إزاي، وقبل ما يرد عليها بتطلب منه يطلع بالموتوسيكل بسرعة عشان يسهروا. وتاني يوم الصبح بنشوف رجالة متجمعين حوالين كيس اسود وباين ان جواه جثة بني ادم، وواحد منهم بيبقى ماسك ساعة بتحسب الوقت، وبعدها الكيس بيتحرك وفكرام بيطلع منه. ووقتها المحامي بتاعه بيقول له ان الحاجات دي ما بقتش تناسب مركزه لانه هيبقى عضو في المجلس قريب، فبيرد عليه ان مفيش حد يقدر يقتله. وبعدها واحد من رجالته بيقول له انهم لقوا الرائد، فبيروح له المصنع بتاعه، ولما بيعرف الرائد بنفسه بيقول له انه عارفه وعارف ان اجداده حكموا دمالي ايام الاحتلال البريطاني، ودلوقتي هو بيحاول يسيطر على دمالي من خلال السياسة. وبيقول له انه عنده 1000 عربية أجرة بيشتغلوا في دمالي مكتوب عليهم شعار سوبير، ونص العربيات دي من غير تراخيص، وأول ما يبقى عضو في المجلس هيطلع لهم تراخيص، وعلشان يكسب بيولع في الأتوبيسات عشان الناس ما تلاقيش مواصلات غير عربياته، ده غير الرشاوي اللي بيديها للمسؤولين عشان يغطوا عليه. وبيقول له انه حرق أتوبيس وساعتها مات 40 راكب ومن ضمنهم بنته، وهو معاه الدليل اللي يثبت ان هو اللي كان ورا الحادثة، وهيقدم الدليل ده للنيابة. وهنا فيكرام بيقتله ورجالته بيحرقوا كل الورق اللي في مكتبه. وتاني يوم عم أفني وعمتها بيكونوا في بيتها وبيطلبوا منها انها تاخد اختها تعيش معاها لحد ما تخلص كلية لان مدير السكن بيشتكي منها، فبتضطر انها توافق. ولما بيوصل ايدي بعدها للبيت بيقابل عم أفني وعمتها، وقتها عمها بيسأله اذا كان اشتغل ولا لسه بياخد مصروفه من اخوه، فبيقول له انه ما اشتغلش. ولما بيسأله لو اتجوزت هتعيش مع مراتك فين، فبيقول له هنعيش انا وهي عند اهلها، فبيمشي هو ومراته بيسيبوه. وبعدها أفني بتقول له ان اختها هتعيش معاها وان كل يوم هيوصلها معاها الكلية. وتاني يوم بتركب ناتاشا وراه من غير ما يشوفها، فبيطلب منها ما تقربش منه لانه مرتبط، وبعدها بيوصلها للجامعة من غير ما يشوفها. وتاني يوم لما بيشوفها في البيت بيقول لها ايه اللي جابك هنا، وبيحاول يخبيها من أفني، لكنه بيكتشف بعدها ان ناتاشا اختها. وبعدها بتعرفه انها شافته من سنتين في فرح اختها، ومن يومها وهي بتحبه، ومن بعدها بيقربوا من بعض اكتر. وفي يوم بيكونوا راكبين تاكسي من تاكسيات فيكرام، وساعتها أفني بتشوف التاكسي ولانها مفتشة في وحدة المرور بتسأل السواق على رقم رخصته، فبيقول لها رقم غلط، فبتأمر قميش يسحب منه العربية. ولما بيهددها فيكرام بتطلب منه يسحب ال4 عربيات بتوع اللي واقفين في إشارة المرور. وبعدها واحد من رجالة فيكرام بيبلغه باللي حصل، فبيقول له خلي المحامي يكلم المفوض. وبعدها المفوض بيتكلم مع أفني وبيطلب منها تفرج عن العربيات بتاعة فيكرام، فبترفض وبتعرفه انه بيقتل الناس عشان يركبوا عربياته وهي بتحافظ على حياة الناس. ولما بيقول لها انه ما بيهتمش غير بحياته هو بتقول له انها مش هتفرج عن عربياته، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبالليل النور بيقطع، وساعتها أفني بتشوف أيدي وناتاشا وهم قريبين من بعض، ولما بيشوفها بيقول لها انها خافت لما النور قطع. وتاني يوم بيعرف فيكرام من المحامي وظابط الشرطة الفاسد ان أفني رفعت عليه قضية، وبيعرفوا ان القضية دي هتهز مركزه ومش هيقدر يدخل المجلس، وبيطلبوا منه يتصرف معاها. وفي نفس الوقت لما ايدي ما بيلاقيش ناتاشا في البيت بيحاول يتصل بيها، وهنا مرات اخوه بتقول له انها طلبت منها تسيب البيت عشان يقدر يركز في حياته ويشتغل. وبعدها بيوصل عم ايدي وبياخد ورق من أفني، وبعدها بتطلب من ايدي انه يوصله لمحطة القطر، وهناك بيبان على ايدي انه متضايق. ولما عمه بيسأله مالك بيقول له انه بيكره أفني لانها بتتحكم في حياته ومشغلاه خدام عندها وبعدت البنت اللي بيحبها عنه. وهنا عمه بيقول له انها كلمت اهلها علشان يجوزوه ناتاشا وباعت ارضها علشان تشتري له بيت يتجوزها فيه، وما كانتش راضيه انه يسيب بيتهم، لكن اخوه هو اللي صمم على كده علشان يقف على رجليه، ده غير انها مش راضيه تخلف وبتقول ان هو ابنها. فبتبان الصدمه على ايدي. وفي مكتب أفني بيطلب فيكرام منها انها تفرج عن عربياته وتسحب القضيه، لكن هي بترفض وبتطلب منه يمشي قانوني ويرخص عربياته. وبعدها بتكون أفني قدام مكتبها، ووقتها
وقتها فيكرام بيوجه مسدسه ناحيتها، وهنا بيظهر أيدي وبيقف قدامها، وأول ما فيكرام بيغلط فيها بيضربه وبيوقعه على الأرض، وهنا رجالة فيكرام بيهاجموه، لكن أيدي بيطلع الوحش اللي جواه وبيديهم العلقة التمام. وبعدها عم أفني بيتكلم معاها وبيقول لها إنه ما يقدرش يجوز ناتاشا لواحد عاطل، ده غير إن لما حد بيعصبه ما بيشوفش قدامه، والدليل على كده اللي عمله في فيكرام ورجالته. وبيقول لها إن فيكرام ما بيرحمش اللي بيقف قدامه وأكيد هيحاول يقتله، وبيتهمها إنها دمرت مستقبل أختها عشان أيدي. وهنا أيدي بيتنرفز عليه وبيقول إنه مش عاوز بنته وبيطرده. وبعدها فيكرام بيدي الأوامر لرجالته عشان يروحوا يخلصوا على أيدي وأفني، لكنهم بيتفاجئوا بيهم هما الاتنين قدامهم. ووقتها أفني بتقوله إنها جابت أيدي علشان يعتذر له، وفعلا أيدي بيعتذر له وهو بيقول له إنه قبل اعتذاره. لكن بعد ما بيمشوا بيقول لرجالته إنه هيقتلهم لكن مش في بيته. وفي نفس الوقت أيدي بيقول للأفني إنه نسى مفاتيحه جوه، ولما بيرجع لفيكرام بيقول له إنه عارف إنه ما سامحهوش وبيحذره من إنه يفكر يأذي أفني. وهنا فيكرام بيتحداه وبيقول له إنه هيقتلها في خلال 6 أيام، ولو ما قدرش يقتلها خلال المدة دي هيشيل من دماغه خالص فكرة قتلها. فبيوافق أيدي على التحدي. وبعدها بنشوف فيكرام وهو في عربيته، وساعتها المحامي بيحذره من قتل أفني بنفسه، فبيهدده بمسدسه وبيقول له إنه لازم يقتلها. فبيقول له إنه لازم يكون بره دمالي في الوقت اللي هي هتتقتل فيه عشان قتلها ما يأثرش على موقفه في الانتخابات. فبيقول لرجالته إنه هيسافر يومين عشان الصفقة اللي هيعملها مع الصينيين، ولما يرجع عاوز يلاقيها ميتة. وتاني يوم بتروح أفني مع أيدي لشركة برمجة وبتدي مبلغ كبير لصاحب الشركة عشان يدرب أيدي عنده. فبيعرفها إن كل اللي بيتدربوا في شركته لمدة شهر بيطلعوا من عنده على شغلهم في شركات كبيرة. وبعدها أفني بتسيب أيدي في الشركة وبتروح لشغلها، وبعد كده أيدي بيروح لها مكان شغلها، ويومها بتفضل أفني سهرانة في الشغل وهو بيفضل يحرسها. ولما الدنيا بتمطر بتكلمه وبتقول تعشى ونام علشان هتأخر. وبنشوف رجالة فيكرام بيحاولوا يوصلوا ليها، وساعتها أيدي بينزل فيهم ضرب. ولما 3 منهم بيدخلوا للمبنى اللي فيه مكتبها بيدخل وراهم وبيضرب 2 منهم وبيكتم نفس التاني عشان أفني ما تسمعش صوتهم، وبعدها بيخلص عليه. وفي اليوم التالت واحد من رجالة فيكرام بيكلمه وبيقول له إنهم حاولوا يقتلوها لكن أيدي ضربهم، فبيقول له إنه هيقتلوا لو ما خلصوش عليها قبل ما يرجع. وبالليل بيروحوا البيت أفني وبيكسروا الباب، ولما بيدخلوا بيشموا ريحة غاز، وساعتها بيشوفوا أيدي قدامهم ومعاه أنبوبة غاز وكبريت وبيقول لهم إنه هيفجر فيهم الأنبوبة. ولما بيعرفوا إنه هو ومرات أخوه هيموتوا معاهم بيقول لهم إن البطانية اللي هو مغطيها بيها عليها سائل تبريد وهو دهن جسمه بمادة عازلة للحرارة. فبيقرروا إنهم يسيبوا البيت ويخرجوا، وساعتها بتشم أفني ريحة الغاز، ولما بتحاول تفتح باب الأوضة بتلاقيه مقفول من بره. وهنا أيدي بيفتح لها الباب وبيقول لها إن كان في تسريب في الغاز وهو اتصرف وقفل عليها الباب علشان ما يزعجهاش وهي نايمة. وفي اليوم الرابع بيكون فيكرام في مؤتمر انتخابي فيه الصينيين اللي بيدعموه، ولما واحد بيوريهم خبر على التليفون بيقوموا يمشوا. وبعدها المحامي بيوري فيكرام الخبر اللي نزل عنه في الجورنال بإن أفني قدمت دليل للشرطة بإنه رجل أعمال فاسد، فبيتنرفز وبيقول للمحامي إنهم لازم يقتلوها مهما كان الثمن. وبعدها أيدي بيعرف صحابه إن الوضع بقى أخطر على أفني بعد اللي انتشر في الجورنال. وبعد كده بيشوف ناتاشا اللي بتسلم عليه وبتقول له إن النهارده ذكرى اليوم اللي شافته فيه لأول مرة، ووقتها بيعرف إن عيد جواز أخوه النهارده. فبياخد أفني للمحطة وبيقول لها إنه حجز لها تذكرة عشان تسافر لأخوه ويحتفلوا بعيد جوازهم مع بعض، وما قالهوش علشان تعملها له مفاجأة. لكن بعدها بيتفاجئ إن أخوه في المحطة ومع فيكرام، وبعدها أخوه بيقول له إن فيكرام اتصل بيه وقال له إنه صديق ليهم وحجز له تذكرة علشان يقضي ذكرى زواجه مع مراته. وبعدها فيكرام بيقول للأيدي كنت عاوز تبعد مرات أخوك عني، دلوقتي هي وأخوك بقوا تحت إيديا. فبيحذروا إنه يلمسهم وبيسيبوه وبيمشي. وبعدها بيحتفلوا مع أصحابهم وقرايبهم بعيد جوازهم. وبعد كده بتكون أفني في اجتماع مع رئيس هيئة المرور والمفوض، ووقتها المفوض بيدافع عن فيكرام، لكن هي بتقول له إن معاها الأدلة اللي بتثبت فساد فيكرام وإنه كان ورا موت 40 راكب، وبتدي القميش الملف اللي فيه الأدلة وبتطلب منه يوصله للمحكمة. وبعدها بتتصل ناتاشا بأيدي وبتقول له إن رجالة فيكرام حاطين سكينة على رقبتها، فبيركب الموتوسيكل وبيروح بسرعة على جماعتها. وأول ما بيوصل رجالة فيكرام بيسيبوها وبيخرجوا، وأول ما أيدي بيشوفها بيخرج يجري ورا رجالة فيكرام.
وبينزل فيهم ضرب، فواحد منهم بيديله التليفون، وساعتها فيكرام بيكلمه بيقوله إنه رايح يقتل أفني وهو مش هيلحق يوصل لها قبله علشان ينقذها، فبيخرج من الجامعة بسرعة، وساعتها بيلاقي الموتوسيكل بتاعه محروق، فبيجري في الشارع بسرعة وبيسرق عربية شرطة. وفي نفس الوقت اللي بيوصل فيه فيكرام لشغل أفني بيتفاجئ بعدد كبير من عربيات الشرطة بتحاصره، وواحد من الضباط بيقوله إنه جالهم بلاغ إن في قنبلة في المبنى بتستهدفه لأنه مرشح للمجلس. وهنا بيشوف أيدي قدامه، وبنرجع بالزمن شوية عشان نشوف أيدي وهو بيبلغ عن وجود قنبلة في مبنى إدارة المرور بتستهدف المرشح فيكرام، وبنرجع تاني لفيكرام اللي بيضطر يخرج من المكان في حراسة عربيات الشرطة. وفي نفس اليوم بالليل بيكون صحابه وناتاشا معاه في البيت، ووقتها بيعرف ناتاشا كل حاجة، وبيفضلوا كلهم في البيت عشان يحرسوا أفني وأخوه. والصبح بيتفاجئ إنهم مش موجودين في البيت، فبيروح لبيت فيكرام وبيضرب رجالته لكنهم بيتكتروا عليه، وفيكرام بيرفع مسدسه ناحيته، وهنا بتتضرب عليه طلقة بتيجي في إيده. وبعدها بيشوفوا أفني في زي الشرطة، ولما رجالته بيهاجموها بتضربهم، وبعدها بتعرفوا إنها شرطية متخفية علشان تكشف فساده. ووقتها بيوصل ليه هو ورجالته فيديو بث مباشر لمذيعة بتعرض فيديو ارتكابه جريمة قتل الرائد، وبعدها بتعرفوا إن الرائد قدم كل الورق اللي يثبت فساده للشرطة، وكان سايب تليفونه بيصور كل اللي بيحصل فيديو. ولما فتشوا المصنع شافوا التليفون وعرفوا إنه هو اللي قتله، فبيقول لها إنه مش بيخسر، وبيعرفهم إنه خطف جوزها وحبسه في مكان محدش يعرفه غيره، وإنه هيموت قريب لأنه من غير أكل ولا مية، وبيقول لهم إن كل حاجة هتخلص مكان ما ابتدت. وبعدها بيضرب نفسه بالرصاص، وبيتنقل بعدها للعناية المركزة وبيدخل في غيبوبة. وبعدها بيبتدوا يدوروا على أخوه في كل مكان ومش بيقدروا يلاقوه. وبنرجع تاني لأول مشهد في الفيلم لما كانوا رجالة فيكرام بيضربوه، وبعد كده بيروح للمستشفى علشان يسأل إذا كان فيكرام استعاد وعيه ولا لأ. وبنرجع تاني لأيدي اللي بينهار قدام أوضة فيكرام في المستشفى، ووقتها ناتاشا بتطلب منه يركز ويفتكر كل التفاصيل اللي حصلت والكلام اللي قاله فيكرام. وساعتها بيفتكر كل اللي حصل، وبيفتكر آخر كلام لفيكرام لما قال لهم إن جوز أفني هيموت في المكان اللي ابتدى فيه كل حاجة. ووقتها بيروحوا يدوروا في مصنع الرائد لكنهم مش بيلاقوه هناك. وهنا أفني بتقول إن كل حاجة بدأت لما حجزت عربيات فيكرام، فبيروحوا للجراج اللي فيه العربيات، وهناك بيلاقوا أسمنت على الأرض، فبيفتكر إن جزمة فيكرام كان فيها أثر أسمنت. وبعدها بيفتحوا شنط عربيات فيكرام، فبيلاقوه فاقد الوعي في شنطة عربية منهم، وبينقلوه بعد كده للمستشفى، وهناك بيستعيد وعيه. وبكده بيخلص تلخيص فيلمنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.